حبايب قلبي اللي وحشوني. طبعا الفيديو ده متأخر شوية، بس كنت بقى فرحانة جدا 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 ان انا طبعا رحت عند بابا. فما كنتش مصدقة نفسي. طبعا كنت راكبة بقى ان باباي ساكن بعيد. وهنا بقى اول ما وصلت المنطقة بتاعتنا، المنطقة كلها كانت عاملة افراح. كانت فرحانة بيا جدا، ما كانوش مصدقين ان انا جاية، ولا انا كمان. هنا بعد ما روحت بقى تاني يوم فطرت وابتديت بقى المعركة. دخلت بقى ما كنتش عارفه اعمل اكل ايه. قلت بقى مفيش غير الاكله بقى الحلوه دي. إيه، تغيير كده فاهميني. رحت بقى جبت العدس وجبت الرز وجبت قوطه، وكنت جايبه بتنجان مخلل بس ما كانش يعني موجود، كنت ناسياه يعني. المهم دلوقتي احنا هنعمل بقى الاكله دي مع بعض كده، عشان في ناس كتير بتعجن منها الرز والعدس. هنعمله ازاي بقى؟ هجيب العدس والرز زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت طبعا مقطعه البصلايه وبحمرها. فدلوقتي بقى هنعمل ايه؟ مش هنسيب العدس والرز يتنقعوا، لا. لما انت هتسيبهم يتنقعوا فهيشربوا طبعا ميه، فهم كده هيبقوا ايه بقى؟ العدس والرز هيستووا بسرعه اصلا، مش محتاجين نقع. فاهميني؟ فعقبال ما هقشر كده البطاطس عشان احطها على الزيت، ان انا كنت بعمل الاكل ده بسرعه جدا، عشان كان جوزي خلاص جه وانا كنت لسه ما عملتهوش. عارفين ليه ما كنتش عملته؟ كنت بجيب امبارح كيس اريال اللي هو ب30 جنيه، والراجل قال لي ان هو عليه جوائز. والاريال اللي خدت كده ورقه عشان اكسب بيها. ورحت بقى فعلا رحت اجيب بقى رحت يعني عند راجل، وقفت وهشوف بقى انا هكسب ايه. جوزي قعد يتريق عليا ويقول لا ده كل ده كلام هبل يعني وكده، وطلع احسن والكلام ده. قلت له والله ابدا ما همشي، لو حتى لو خدت كيس شامبو ماليش دعوه، المهم ان انا هفضل واقفه. فهنا بقى بصوا عملت بقى الرز. قعدت بقى طبعا احمر فيه جامد كده، انا خليه ينشف من الميه كلها اللي فيه. تمام. وبعد كده هنزل عليه بالميه. بس عايزه اقول لكم والله كنت فرحانه جدا ومبسوطه، ان كان الكاتل بتاعي كان محروق وكنت عايزه اجيب واحد، وما صدقتش بقى ان جالي الكاتل ده. هو كاتل عادي اللي هو الاستانلس، واللي هو الاسود ده كده، بس لا برضو فرحانه. فرحه الفوز ذات نفسها ان انا فزت كده في حاجه، دي كانت بصراحه مفرحاني. بس فقلت بعد كده لما هيقولي على اي حاجه تاني الراجل انا هصدقه واخد منه بقى، عشان ان الراجل دوت بيعمل جوايز كتير وكده، وبعد كده بقى الواحد يصدقه. بس عايزه اقول لكم والله العدس كان طعمه جميل جدا جدا جدا. الصلصه بتاعته بقى كنت طبعا عاملاها، بس انا قلت مش اصورها يعني. كنت محمره بقى توم، ونزلت بشويه خل، وحطيت القوطه، وبعد كده حطيت ملح وكمون، وشويه فلفل اسود، وحبه ماجي وشويه سكر. خلاص. هنا بقى الرز حطيت فيه الملح، وهنزل عليه بقى بايه؟ بشويه الميه. خلاص. وكنت بصوا شايفين كنت بحمر بقى جنب البطاطس، اني كنت مستعجله جدا، وجوزي كان خلاص يعني طالع على السلم، خلاص مفيش وقت. بس الحمد لله يعني انقذت الدنيا، عشان ايه؟ ما كانش هيجي هيمه بقى انا كسبانه ولا خسرانه، هو كان عايز ياكل وخلاص. المهم انا كنت بقى ما فتحتش الكتل، قلت لا مش هفتحه الا لما هو يجي و... ويجربه يعني، ويشوفوا بجد ضحكوا عليا ولا لا. وهو بقى فرحان بقى ان انا ما اتضحكش عليا، انا كنت فرحانه اكتر منه. وعملت عليه بقى كوبايتين شاي بالنعناع، كان جامد بجد، كان حلو قوي. هبقى اصور لكم بقى كده، هعمل كده جزء في المطبخ، احط كده يعني حته كده فيها شاي والسكر. معلش بقى يا جماعه. المهم فرحت بقى ايه، قلت هعمل جزء كده ليا، عشان انا بصراحه يعني ما كنتش كيفة شاي ولا الكلام ده كله، بس لا، بدل الكاتل جه يبقى هنشرب بقى بكل سهوله، مش هنتغلب على اي حاجه بقى ميه تفضل تغلي ولا الكلام ده. في ثانيه هتغلي، وفي ثانيه هنشرب كوبايه الشاي بتاعتنا. بصوا بقى، ايه رايكم؟ بصوا الصلصه والرز، بصوا طلع مفلفل وزي الفل، ولا عجن ولا اي حاجه. الكوكتيل بقى بتاعنا الجميل. تسلم ايدك يا ابو مريم.